بس على موضوع انهم بيتهموني بالعنصريه وان اللاجئين ومش اللاجئين. احنا عندنا 31 مليون لاجئ تقريبا، عندنا 8 مليون و200 الف سوداني، 5 مليون و650 الف سوري، مش 2 مليون ونص. عندنا 2 مليون يمني، عندنا 2 مليون عراقي. الحاجات دي كلها بتؤدي لعدم اتزان ديموغرافي في المجتمع، ودخول مجتمعات اخرى عندنا بتؤدي غالبيه الناس بيروحوا يتجوزوا منهم عشان تكلفه الزواج والكلام ده. عيالهم بيتجنسوا بعد كده، بناتنا بتعاني. ما ينفعش الكلام ده خالص يعني. انا هضرب لكم مثال بسيط جدا. هل تعلموا ان الجاليه السوريه فقط لوحدها بس بيتم صرف 3 مليار في القطاع الصحي فقط عليهم؟ هل تعلموا ان واخدين 185 الف مكان في الجامعه مجانا؟ ده حاجات بسيطه جدا. بياخدوا في الدعم من حضرتك. دول الهكسوس الجدد اللي جم زمان، زي اللي جم زمان واستوطنوا ايام ما كان عندهم مشاكل في بلدهم. دول بعد كده هيطالبوا بحقوق ويبقى لهم مشاكل كبيره جدا. مصر للمصريين. العنخ الذهبي المصري سيرفرف ضمن العالم الاحمر على العالم ابتداء من منتصف 2024.